أهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم مع بعض إن شاء الله النهاردة عن مادة السياسة، مبادئ علم السياسة. طبعا الجزء اللي جاي ده اللي هتكلم فيه لطلبة انتظام بس. مبدئيا يعني إيه سياسة؟ يعني مفهوم السياسة هو يعني معناه إيه؟ هي سياسة جاية من فعل في اللغة العربية، فعل ساسة أو يسوس، يعني يسوس القوم، يعني يدير شؤونهم أو يقودهم. وطبعا أمور السياسة هي أمور الحكم من قديم الأزل. لكن في العصر الحديث بقى في اختلاف ما بين بعض المصطلحات كده فيها كلمة سياسة. فأنا عندي السياسة العليا والسياسة الدنيا. السياسة العليا اللي هي منوط بيها أو بيقوم بيها القائمين على شؤون الحكم أو إدارة أي بلد، دي السياسة العليا. وفي عندي السياسة الدنيا، ودي مرتبطة أكتر بالأمور الحياتية واليومية للمواطنين العاديين. ده يعني باختصار يعني إيه السياسة. السياسة طبعا مرت بمراحل كتير جدا عشان يبقى نتكلم عن علم مستقل بذاته اسمه علم السياسة أو مبادئ علم السياسة حضرتك بتدرسها. في الأول كان في كل العلوم الاجتماعية. أنا عندي طبعا نوعين من العلوم، علوم اجتماعية اللي هي العلوم النظرية، والعلوم التطبيقية اللي هي العلوم العملية. كانت كل العلوم اللي هي العلوم الاجتماعية والعلوم التطبيقية تحت امبريلا واحدة أو مظلة واحدة، هي الفلسفة. عشان كده تلاحظ إن حتى الناس اللي بتعمل دراسات عليا بيعمل ماستر ديجري او PhD اختصار فيلسوفي، فهو بياخد دكتوراه في فلسفة الاقتصاد، دكتوراه في فلسفة علم الطب، وهكذا. فهي الفلسفة من قديم الأزل في القديم كانت هي اللي بتضم كل العلوم الاجتماعية والتطبيقية. طيب الكلام ده فضل لغاية القرن ال18. يعني فضلنا نتكلم إن الفلسفة بتضم كل العلوم، يعني الفيلسوف زي أفلاطون وسقراط وأرسطو، برغم ان هم يبانوا لك فلاسفه بس، الا ان هم كانوا يعرفوا في الطب، يعرفوا في الهندسه، يعرفوا في الفلك، علم الفلك، في علم الحيوان، وهكذا. وكانوا يعرفوا برضو في الرياضه. الخلاصه ان كانت كل العلوم اجتماعيه او تطبيقيه تحت مظله الفلسفه. في المرحله دي ما كانش فيه فرق واضح ما بين الفلسفه وباقي العلوم الاجتماعيه او العلوم التطبيقيه لغايه حتى القرن الكام 18. دي بسميها المرحله الفلسفيه. المرحلة التي تلي المرحلة الفلسفية تاريخيا المرحلة القانونية، ودي بدأت من القرن الثمنتاشر، القرن الثمنتاشر الميلادي طبعا. سمت المرحلة القانونية لأنها كانت بتهتم أكتر بالصياغة القانونية للمعاهدات والاتفاقيات اللي كانت بتتم ما بين الدول. فأنا هنا بتكلم على سياسة فيما يخص العلاقات ما بين الدول، اللي هي السياسة العليا اللي لسه كنا بنتكلم عنها من شوية. دي كانت المرحلة القانونية، اهتمت أكتر بالصياغات القانونية للمعاهدات والاتفاقيات ما بين الدول من أول القرن الثمنتاشر.